أهلين حبايبي، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا اليوم طبعا قررت ندير الهريسة الحارة أو الشطة بالفلفل الأحمر طبعا بطريقة سهلة جدا وبسيطة. زي ما واضح بالعنوان تحتاج بس 3 مكونات اللي هي الفلفل الأحمر والثوم وزيت زيتون. يلا نبدو بسم الله. أول شي أخذت الفلفل وغسلته بالمية كويس جدا وخليته يتسقطر في الصفاي هذا اللي ينتزل منه المية ويجف. وأول خطوة وأهم خطوة هي أهم شي نلبسه الجوانتي أو الجلافز باش الفلفل ما يحرق لناش يدينا لما نجو نقطعو الفلفل أو تتحسس منا بشرتنا أو نغلطو مثلا نمسح عيوننا وتنحرق عيوننا في جرده. طبعا أنا هنا بعد ما غسلته زي ما تشوف واضح انه مازال قاعد عليه قطرات ماء وهذه ضروري ما تنشف. وطبعا ناخده فوطة نظيفة نمسحوا بها حبات الفلفل كلها باش نتأكدوا انها تقعد جافة. انا هنا طبعا درت واحدة قدامكم والباقي سرعت في الفيديو لحد ما كملت تنشيف كل الكمية وتأكدت انها تكون ناشفة وجافة باش تكون جاهزة للتقطيع. طبعا في من يحب يضيف للفلفل الحار هذا فلفل رومي احمر او فلفل حلو زي ما تقولوا باش يخلي الهريسة تكون هيك مش حارة هلبة. بس انا لا نحب تكون الهريسة هيك شطة حارة، ما نحبش نضيف عليها فلفل رومي احمر، نحبها بس معها توم. طبعا دي ما نحتاجه لكل كيلو فلفل راس توم، واللي يحب يضيف اكتر توم يضيف حسب انتو شن تحبوا. لو تحبوا طعمة التوم ضيفوا توم زيادة، انا احب نضيف طعم توم زيادة. بس هو المعروف ديما انه كل كيلو فلفل معاه راس توم. وبعدين بعد ما تقعد جاهزة معاك الهريسة تقدري تحافظي عليها في برطمانات او فازوات تكون نظيفة ومعقمة كويس، وتحافظي على الهريسة هذه تقعد معك حتى سنة. زي ما شايفين قاعدة بنفس الطريقة نشف الفلفل ونخليش فيه اي قطرات ماء. وفي ايضا من يحب الفلفل يجففه مثلا تشميس او في الكوشة، وانا الطريقة هذه ما نحبهاش، ما نحتاجش نجففها. بين حبات الفلفل الأحمر كلهم استغربت انه طلعت لي حبة فلفل أخضر طبعا حنقيمها مش حنستعملها مع الهريسة، طبعا حنخلها على جنب. بعد ما كملت تنشيف كل حبات الفلفل نبدأ في الخطوة الثانية اللي هي طبعا حنقطعوا الفلفل قطع صغيرة صغيرة، حنخلوا الزريعة فيه مش حنحوها الزريعة. أنا طبعا جبت مقص الخاص بالمطبخ طبعا يساعدني في قص الفلفل، ولو تحبوا تقصوه طبعا بالسكين عادي اللي يساعدكم طبعا. ايضا هنا سرعت في الفيديو باش يقعدش ممل والطريقة واضحة قدامكم. طبعا استمريت في تقطيع الفلفل بالطريقة هذه حتى كملت كل الكمية.
تمام، تو قطعت كل الكمية والبواقي هذه نتخلصوا منها. شفتوا كيف انه كويس لابسة جلافز، لانه مية الفلفل لو على يدي كانت حتحرق لي يدي وتتحسس منها. وما شاء الله هذه كمية الفلفل تعبت معايا بالخلاط بحجم زي ما شايفين 2.5 لتر. احنا حطيت التومة معاها. طبعا جيت نضربها بالخلاط هذا، بس للأسف حاولت لكن فشلت معي، فغيرت على الخلاط التاني هذه ترحي أكتر. الرحاية هذه لقيتها أفضل. حطيت التومات معاها وبدأت بسم الله. شوفوا ما شاء الله. طبعا شنو نديروا لها تقعدش جافة الفلفل، هنا نزيدوا عليها شنو زيت الزيتون، نضيفوا لها زيت زيتون ونرجع نرحوها تاني باش تقعد سايلة أكتر. شوفوا ما شاء الله. توا نحطها في طنجرة للطبخ على النار. حنضيف لها زيت زيتون وملح. طبعا زيت الزيتون يعتبر زي المادة الحافظة لها، حتى تخزنيها لمدة سنة وأكتر تقعد زي ما هي وكويسة. طبعا تو بنحطها على نار هادية تنطبخ لحد ما تنشف ميتها، ما نضيفوا عليها أي حاجة، خلاص هو هذا ملح وزيت زيتون، وتقعد معنا كويسة بإذن الله. لو أول مرة تشوفوا الفيديو ديروا الاشتراك باش يوصلكم كل فيديو جديد ليا، وجربوا طريقة الهريسة هذه حتعجبكم. وطبعا هي أحلى وأنظف ب100 مرة من الهريسة أو الشطة اللي قاعدة تتباع في الأسواق. وما شاء الله هيك الهريسة بتتجهزة. حطوا عليها زيت زيتون، نديروا بها سندويتشات بالبيض المقلي
أو سندوتشات بالتونة أو الجبنة كيف ما تحبوا، وألف صحة وهنا.